الأخوة الأفاضل، السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا. معكم الأستاذ جمال شعبان، معماري وبحث في الأنثروبولوجيا. في كل سنة تثار مسألة ما يعرف بالكباش تاع العيد. تسجيل تاع اليوم راح يتطرق إلى هذه المسألة تحت عنوان كبش العيد والمنظومة الاقتصادية السياسية الجزائرية. نحاول نناقش المسألة هذه من عدة جوانب، ولفهم هذه الظاهرة التي أعتقد تظهر إلا في الجزائر. أولا، هناك رئيس أمريكي في الثمانينات، كان رئيس أمريكا في 81 حتى 89، يسمى رونالد ريغان. رونالد ريغان وهو كان في منصب رئيس ذكر أنه عندما كان طالبا تذكر قاعدة اقتصادية وضعها أحد علماء بلاد المغرب وهو ابن خلدون، باش يمرر المشروع السياسي. ذكر هذه القاعدة، وهذه القاعدة تقول: الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع، قليلة المغارم، كثيرة الجملة، وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع، قليلة الجملة. هذه القاعدة كما وردها ابن خلدون في كتاب المقدمة. وش معنى هذا؟ قال أن الضرائب المنخفضة في بداية الدول تزيد العوائد، على العوائد للخزينة، بينما الضرائب العالية المرتفعة في نهاية الدولة تكون قليل. ولذلك رونالد ريغان يقول: من الأحسن أن نخفض الجباية، نخفض الضرائب لتشجيع الناس، لتشجيع الاستثمار. تلاحظون هنا أن هذه القاعدة جد مهمة، لأن ربط قضية الجباية، قضية ما يعرف اليوم بالضرائب، ربطها بالإحداثية تاع الدولة. هناك بداية الدولة، هناك نهاية الدولة، وآخر الدولة. وكأن الحركة السياسية في المجتمع هي حركة متحركة، وكأنها دالة متحركة. وأحسن طريقة لتشجيع الاستثمار هو تخفيض الجباية. هذا رونالد ريغان ذكر هذه القاعدة هذه في الثمانينات. الآن سأذكر لكم بعض القواعد الاقتصادية التي ذكرها ابن خلدون، وستساعدنا لفهم الظاهرة الاقتصادية عندنا اليوم. في بداية مقدمة ابن خلدون في الفصل الأول، ويقول فيه فضل التاريخ، مقدمة في فضل التاريخ. وضع قاعدة أعتقد جد مهمة علينا أن نتمعن فيها، ويقول: الدولة والسلطان سوق للعالم تجلب إليه بضائع العلوم والصنائع. ما مفهوم قضية السوق؟ السوق موش تاع الخضرة ولا تاع الفواكه ولا تاع الملابس ولا سوق السيارات كما نستعملوه، ولكن الدولة بحد ذاتها هي سوق، لأن الدولة لها نطاق، لها حدود، لها جغرافيا. أن هذه الدولة هي سوق، والسوق بضائعها العلوم والصنائع. إذن كل ما يقام في فضاء هذه الدولة ما هي إلا بضائع في فضاء الدولة. تلاحظون أن مفهوم الدولة هي سوق للأعمال، سوق للبضائع، حتى العلوم هي من الصنائع. فإذا تنزهت الدولة، اسمعوا جيدا الآن، فإذا تنزهت الدولة عن التعسف والميل والأفن، يعني ضعف الرأي والسفسفة، وسلكت النهج الأمم، النهج الوسط، ولم تجر، يعني لم تظلم، هذه الدولة لم تظلم عن قصد السبيل
واش الناتج تاعها في هذا؟ يقول لك نفق في سوقها الإبريز الخالص واللجين المصفى، يعني الذهب والفضة. يعني إذا كانت هذه الدولة عادلة، لا تميل إلى التعسف، عادلة في الرأي، لم تجر، لم تظلم الناس، انتشر نفق في سوقها الذهب والفضة. والعكس، وإن ذهبت مع الأغراض والحقود وماجت بسماصرة البغي والباطل، نفق البهرج. نفق البهرج يعني الرديء والزائف. هنايا ابن خلدون في القاعدة هذه ربط قضية السياسية، قضية الدولة، قضية السياسية، ربطها بالسلوك، بالأخلاق، بالسلوك تاع الدولة، وهذا سينعكس على الاقتصاد. إذا ما كاش حاجة اسمها اقتصاد، هناك اقتصاد سياسي، سي ليكونومي بوليتيك. ما كاش شيء اسمه اقتصاد وحده. الاقتصاد مرتبط دائما بالدولة، بالمنظومة المجتمع، وبنفسية وطبيعة المجتمع، نفسية الإنسان وطبيعة المنظومة السياسية. هذه القاعدة الأولى، وهذه ابن خلدون ذكرها في الصفحة الأولى من المقدمة. لذلك يعني فكر ابن خلدون هو فكر موش ما يفصلش الاجتماعي مع السياسي. الدولة هي المحور التي تهيكل كل ظواهر المجتمع. كل ظواهر المجتمع هي مرتبطة بما يعرف بالدولة. والدولة بالطبع في لغة العرب يقصد به الحركة، هي الانتقال من الشدة إلى الرخاء. وتلك الأيام نداولها بين الناس. القاعدة الأخرى اللي ذكرها ابن خلدون كذلك، يقول الصناعة تكسب صاحبها عقلا. الصناعات بمفهوم الواسعة، يعني الصناعات ممكن تكون فكرية وممكن أن تكون جسمانية، ولكن الصناعات تكسب صاحبها عقلا. يقول الحضارة الكاملة تفيد عقلا، لأنها مجتمعة من صنائع في شأن التدبير المنزلي ومعاشرة أبناء الجنس، وتحصيل الآداب في مخالطتهم، ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها وشرائطها. وهذه كلها قوانين تنظم علوما فيحصل منها زيادة عقل. لاحظ هنا أن الصناعات تكسب صاحبها عقلا ويتحصل الإنسان من خلالها آدابا. وهذا الشيء ملاحظ اليوم. عندما نروح مثلا الأنظمة الغربية، المجتمعات الغربية، نلاحظ أن الناس اكتسبوا آداب واكتسبوا أخلاق. وهذا بسبب ماذا؟ ليس بسبب البوليس ويحترمون القانون. هذا ليس لأن هناك قمع، لأن المجتمعات الغربية طورت صنائع. وعندما المجتمع يطور الصنائع المجتمع يكتسب عقلا، والعقل هو عقال في لغة العرب. إذا أحسن طريقة لتأديب لتربية المجتمع هو تطوير الصنائع في هذا المجتمع. ولكن احنا في مجتمعنا اليوم ما طورناش الصنائع من كل أنواعها، ما طورناش الصنائع. لذلك تلاحظ أن أخلاقنا فيها ما يقال. وهذا ينعكس كما قال ابن خلدون حتى في الدين، حتى في المسائل الدينية كذلك سنرى أثرها في الشأن الديني. لذلك مجتمعنا اليوم من الناحية النفسية يطرح كثير من الإشكاليات. لماذا؟ لأن قضية علاقتنا مع الصنائع هي علاقة ليست جيدة. لم نطور الصنائع في المجتمع، ولذلك كل الأعمال تاعنا هي أعمال سطحية.
لا نكتسب من خلالها عقلا، وهذا ينعكس على سلوك الناس. القاعدة الأخرى اللي ذكرها ابن خلدون كذلك هي الظلم. قال أن الظلم مؤذن بخراب العمران. والظلم هنا ابن خلدون يركز على الجانب كذلك، الجانب المهم هو الجانب المال، الاقتصاد بالمال. يقول العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها واكتسابها، لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. إذا الناس شعرت بأنهم كاين ظلم على الأموال، الناس يفقدون الأمل، لأن في آخر المطاف يقول لك هذه الأموال ستؤخذ منا. وش يوقع فيها ما؟ يقع فتنقبض أيديهم عن السعي في ذلك، الناس يتوقفوا عن العمل. فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران. هذا بالطبع سينعكس على الأسواق. وانقبضت الأحوال وابذعر الناس في الآفاق، الناس تهاجر لأن فقدوا الأمال في تلك المنطقة. فخف ساكن القطر حتى أن عدد السكان سينقص في تلك المنطقة. يقول وخلت دياره وخربت أمصاره. بالطبع كل هذه الظواهر يؤدي إلى خراب الدولة. ويقول اختل باختلاله حال الدولة والسلطان. تلاحظون أن قضية الظلم هي رياكسيون شيء. الظلم تفقد الأمال، الناس يقبضون عن العمل لا يعملون، يوقع كساد في الأسواق، والكساد في الأسواق الناس ستهاجر وتغادر تلك الديار، وهذا سينعكس بالطبع على الجانب السياسي ويكون سببا في انهيار الدولة. وتلاحظون هذه المسائل هذه. وحنا اليوم أنا نعيش شيئا من الظلم في المجتمع. الناس يروحوا يستثمروا في الصين وما يستثمروش في الجزائر، لأن الناس ليست آمنة في أموالها. لأن السوق عندنا السوق لا تخضع للقواعد الاقتصادية. أضف إلى ذلك أن قضية العمل عندنا ما قيمته؟ سنطرح السؤال: ما قيمة العمل عندنا في منظومتنا؟ ومن أعظم الظلم في المجتمع هو الاحتكار. يقول ابن خلدون الاحتكار هو أعظم الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال الناس. لأن الاحتكار هو التسلط على أموال الناس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع، عملية فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكراه في الشراء والبيع. هذا يعرف الإكراه، أي يعرف الاحتكار، وهو أعظم ظلم في العمران. ولذلك من الناحية الشرعية الشرع حرم الاحتكار وجعله من الكبائر، لأن قضية الاحتكار سيفسد العمران. القاعدة الأخرى كذلك ذكرها ابن خلدون، قال إذا فسدت الأعمال، يعني الناس لا تشتغل، قلت الأعمال. إذا فسدت الأعمال وصارت مجانا، ما يسمى الجراتوي، نتكلموا هنا في الجزائر نقول له الصحة مجانية، التعليم مجاني. وهذه كلمة مجاني وش معناتها؟ الأعمال إذا أصبحت مجانية وش المآل تاعها؟ ضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت الأيدي عن العمل وابذعر الساكن وفسد العمران. إذن ما كانش شي حاجة جراتوي. حنا قطاع الصحة اليوم نتغنى وأن عندنا الصحة مجانية، ولكن نتساءل هل هناك صحة أصلا؟ لأن من الناحية الاقتصادية ليس هناك شيء مجاني. ولكن احنا مازلنا في الشعارات تاع السبعينات، ولربما
الشيء المجاني كان عنده معنى في السبعينات بعد الاستقلال، ولكن اليوم نتكلم على القواعد الاقتصادية، لأن الشيء إذا كان مجاني فقد معناه وفقدت الآمال في اكتسابه والناس، ثم المآل تاعو أن هذه الأعمال أصبح رديئة كذلك. القاعدة الأخرى يقول ابن خلدون كذلك: المكاسب إنما هي قيم الأعمال. مكاسب الثروة هي الأعمال وليست الذهب والفضة كما قال. فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم فكثرت مكاسبهم. إذن الثروة الحقيقية هي الأعمال، قيم الأعمال، وليست الذهب والفضة. حيث الدخل والخرج أكثر تكون الأحوال أعظم. هذه قاعدة جد مهمة في الاقتصاد، أن الاقتصادات المتطورة هي الاقتصاد أن تكثر فيها الأعمال، ليس لأنهم لهم ثروات فوق الأرض أو تحت الأرض. وابن خلدون أعطى كثيرا في حالة المدن آنذاك. المدن التي تكثر فيها الأعمال تجد يعني أن الناس يعيشون في رفاهية. أما المدن التي ينقبض فيها يعني تقل فيها الأعمال الناس، حتى وإن كان لهم الذهب والفضة فيعيشون في حالة فقر. هذه كذلك نقطة مهمة، لأن هنا في الجزائر اليوم ما نعتبره ثروة هو البترول والغاز. وهذه أصبحت ثقافة في فكرنا ليست الأعمال. ولذلك تلاحظون أن أحوال المجتمع، عندما خزينة الدولة تقول بأن تصرف 40% في السوسيال، في خزينة الدولة في السوسيال، يعني هذا يعني يطرح إشكال كبير. هل هذا يعني أن 40% من المجتمع هم فقراء؟ لماذا؟ لأن في السلوك تاعنا، في التسيير تاعنا، مازلنا نعتقد أن الثروة هي الغاز والبترول، ليست الأعمال. تلاحظون هذه القواعد الاقتصادية لابن خلدون جد مهمة. لذلك أحد الاقتصاديين الأمريكان يسمى جوزيف شومبيتر الذي توفي سنة 1950 اكتشف فكر ابن خلدون في آخر مرحلة حياته. وش قال؟ أعتقد أن أفكار ابن خلدون أكثر أصالة من تلك الخاصة بآدم سميث، هذا الاقتصاد الإنجليزي الذي عاش في القرن الثامن عشر. والشيء الملاحظ هنا أن الأمريكيين يقرؤون ابن خلدون، إلى يومنا هذا يقرؤون ابن خلدون، والغربيين على العموم، ولكن احنا لا نعرف منه إلا الاسم. مع العلم هو مغاربي، بين قوسين نقولوا جزائري، لأنه ألف المقدمة هنا في تيارت، وكان حاجبا رئيس حكومة في إمارة بجاية، ولكن احنا لا نعرف منه إلا الاسم. أما قواعده الاقتصادية فلا نعرفها ولا نبحث عنها. ستعرفون السبب الآن لماذا أوضعنا هكذا. نعطيكم بعض المعطيات في الاقتصاد الجزائري اليوم. وهذا يعني هذه المعطيات ستجدونها في تقرير للبنك المركزي الجزائري في 2024. عندك المحروقات هنا في الجزائر 60% من الميزانية العامة، تمثل 60% من الميزانية العامة، 30% من الناتج المحلي، 95% من إجمالي الصادرات. الشيء اللي نصدروه 95% هو من المحروقات، هي مضخة تاع سوناطراك. لذلك اقتصادنا أصلا هو اقتصاد ريعي غير منتج. اقتصادنا هو ريعي غير منتج. الآن نزيد نكملوا ما هي خصائص الاقتصاد تاعنا. كل هذه المعطيات باش نفهم المشكلة تاع الكبشة.
سنعود إلى قضية الكبش. الاقتصاد الموازي، ما يسمى لانفورمال، ليكونومي انفورمال. ليكونومي انفورمال هي تمثل 40% من الناتج المحلي. 40%. الصناعة كامل تمثل 10% فقط، ولكن الانفورمال يمثل 40%. ويقدر من ناحية الكتلة المالية حسب رئيس عبد المجيد التبون يقول 90 مليار دولار. هذه راه خارج السيركوي اوفيسيال، خارج المسار الرسمي. 90 مليار دولار. زيد، الاقتصاد الموازي يتحكم في 65%. هذه معطيات على البنك المركزي الجزائري. 65% من أسواق السلع الأساسية، الفواكه، الخضر، اللحوم، وقطاع الأنسجة. معناتها السوق تاع المواد الأساسية ثلثين منه يخضع الاقتصاد الموازي. ثلثين من المواد الأساسية هو في السوق الموازي. السوق العمل، العمال 40% من العمال تاعنا يشغلون بطريقة غير قانونية، ما يعادل 6 ملايين. 6 ملايين هم يشغلون بطريقة غير قانونية بدون ضمان، بدون حتى باش تحصلوا على الحقوق تاعهم. 6 ملايين. النقطة الأخرى، خصائص الاقتصاد تاعنا، عندك 1% من الجزائريين، هذه إحصائيات موجودة، 1% من الجزائريين يستحوذون على ربع ثروة البلاد. 1%، حوالي تقريبا 500,000 يستحوذون على ربع ثروة البلاد. إذن الاقتصاد الموازي ما يسمى بالانفورمال، ليكونومي انفورمال، على واش مبنية؟ لأن كل المجتمعات فيها ليكونومي انفورمال، ولكن ليكونومي انفورمال تاعنا في الجزائر عندها خصوصية، مبنية على الاحتكار، مبنية على المضاربة والاستغلال. مبنية على الاحتكار، مونوبول، مضاربة، لا سبيكولاسيون، والاكسبلواتاسيون، الاستغلال. تلاحظون يعني حتى يعني الايكونوميا انفورمال عندنا في الجزائر ماهيش كيما راهي موجودة في المجتمعات الأخرى. كل المجتمعات كاين بورسونتاج تاع الايكونوميا انفورمال، وهذا الايكونوميا انفورمال هي راه خارج كامل، لا دفع الجباية، لا احترام القوانين، لا شيء، يعني هو عالم موازي. إذن الاقتصاد الموازي يمثل نصف السوق، وكاين في بعض القطاعات يتجاوز نصف السوق. معناتها نصف السوق، إذا خذينا الدولة كسوق كما قال ابن خلدون، يعني النصف تاعها هو خارج التغطية. إذن المجتمع اللي هو المجتمع اللي عنده الوضعية تاعنا أشبه بين يكون جسم نصف تاعو مشلول. هل هذا الجسم هذا يستطيع يدخل في سباق؟ أشبه مي تكون عندك سيارة وعندك المحرك تاعها نصف يضيع نصف الطاقة. السيارة هذه تصبح خطر. إذن المضاربة ليست في هامش المنظومة، لأن أصبح الغالب من النشاط تاعنا مبني على المضاربة. إذن المضاربة ليست في هامش المنظومة، بل أصبحت هي المنظومة. وسأعطيكم الأمثلة. ترون أن الآن قضية الاحتكار والمضاربة موجودة في كل القطاعات، مش قضية في الكباش. الآن مع العلم من الدستور الجزائري يكرس مبدأ منع الاحتكار. أما المضاربة الغير المشروعة في القانون الجزائري هي جريمة.
عقوبتها ممكن تصل إلى 20 سنة، ومع غرامة مالية تقدر حتى مليار. يعني من ناحية القوانين، القانون الجزائري يمنع الاحتكار ويمنع المضاربة الغير مشروعة. الآن سأقوم بتحليل خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه في 30 ديسمبر، ويتكلم على قضية الكباش. 30 ديسمبر 2025 وتكلم على قضية الكباش. أولا باش نحلل هذا الخطاب هذا سنبدأ بقاعدة هو ذكرها بنفسه يعني في الخطاب هذا. قال بدينا في التغيير، واللي يجي يزيدوا، واللي يجي يزيدوا يكملوا بالحجة والحوار، وسنستعمل الحجة والحوار. وقال كذلك في الخطاب تاعو، قال لك احنا نقولوا كلمتنا أحب من أحب وكره من كره. إذن سأنطلق من هذه القاعدة هذه. وش قال في الخطاب تاعو؟ قال فشلنا في إنتاج اللحوم سواء كانت حمراء وبيضاء وغيرها، رانا معوضين هذا بالاستيراد. وش يعلق؟ يقول لك أراضي شاسعة واسعة، ما فيش ضرائب، فيه حماية خاصة. أنا حتى القطاع هذا قطاع تاع اللحوم قال لك ما فيهاش ضرائب وفيها حماية خاصة، ولكن رغم ذلك ونزيد نستورد الكبش العيد للمواطنين من الخارج. حتى هو يتساءل على الوضعية هذه. والدول التي نستورد منها ما تديرش ربع المساحة تاعنا. أنا نروحو نشرو الدول، نروحو عند الدول نشرو كباش المساحة تاعها ما توصلش ربع تاع المساحة تاع الجزائر. فيه نقطة، ويقول فيه نقطة استفهام، فيه ربما مشاكل، لكن فيه تصرفات غير مقبولة. وشني هذه التصرفات الغير مقبولة؟ نطرح السؤال، وشني هذه التصرفات الغير مقبولة؟ ويقول الشعب اللي فيه جزء منهم يجبد الزورة ليه فقط ويخمم غير في نفسه، ما يمشيش بعيد. ولا ربما هنا يتكلم على 1% اللي راهم مستحوذين على الثروة تاع البلاد. الشعب اللي فيه جزء منهم يجبد الزورة. شكون اللي يجبد الزورة من جهته؟ رئيس يعرف في مقام سياسي، رئيس تاع دولة هو هنا باش يطبق القوانين. القوانين واضحة في المجال هذا. يقول هذا نداء من خلالكم، يعني كان يخاطب النواب. وش معناتها النداء من خلالكم؟ وش يقصد به؟ باش تشوفوا هذا نداء من خلالكم، باش تشوفوا. وش يشوفوا؟ راني عارف الكلام اللي نقول فيه ما يعجبش الناس كله، وتكون فيه انتقادات والله يسهل عليهم. هنا يتكلم على من؟ يتكلم على من؟ احنا تعلمنا كلمتنا نقولوها حب من حب وكره من كره. أنتم تذكروا، هذا رئيس يتكلم، أنتم تذكروا قبل العيد الأضحى كان كلام على خرفان ب20 مليون و18 مليون. نهار اللي جبنا هبطت ب10 ملايين. ويقول هذه باللغة الفرنسية سي با دو لا سبيكولاسيون. سي با دو لا سبيكولاسيون، يعني الخروف من 20 ينزل 10 لأن استوردنا. هذا الاقتصاد هذا يا الخوان وين تلقاوه؟
معناتها السوق ما تحكموش في السوق، عوض ننظم هذا القطاع هذا، ننظم القطاع هذا راح نستورد لأن كاين أموال كاين أموال بربكم يا الخوة. هل هذا يسمى اقتصاد أصلا؟ هل هذا يسمى اقتصاد؟ والآن زيد، شكون هذا اللي راه يدير في لاسبيكولاسيون؟ شكون هذا اللي راه يدير في لاسبيكولاسيون؟ نحن هنا أمام السلطة السياسية، ما على بالنا شكون يدير في السبيكولاسيون. أضف إلى ذلك، هل كلمة سبيكولاسيون تفي بالغرض؟ لأننا نستعمل مصطلح سبيكولاسيون، مضاربة، سمسرة، مع العلم أن في السبيكولاسيون هذا متداول في المبادلات المالية. سبيكولاسيون فينونسيير هذا مستعمل في كل البورصات. المضاربة كذلك، المضاربة كاين حتى من ناحية الفقه ثابتة. السمسرة كذلك هي مشروعة، هي الوساطة في عملية مالية، بيع وشراء. ولكن حنا المضاربة اللي عندنا هي أبعد من هذا، علينا أن نبحث لها على مصطلح آخر، لأن هذه المصطلحات ما تكفيش. لأن المضاربة عندنا هي احتكار واستغلال وظلم. الاحتكار، المضاربة عندنا هي احتكار السلع. هناك استغلال لظرف، في العيد الأضحى مثلا هناك استغلال لظرف، وهناك عملية ظلم. الخروف اللي يدير 10 الإنسان يشريه ب20 يشعر بظلم. إذن الاحتكار عندنا هو راه تجاوز المستوى الاقتصادي، دخل في الجانب السياسي، أصبح هي الدولة، أصبح دولة في دولة. كما قال أحد وزير العدالة زغماتي، قال كاين دولة في دولة. بلا ما ننسى كذلك أن المضاربة عندنا مرتبطة بالمخدرات، وكذلك مرتبطة بتبييض الأموال. إذن هي أقرب إلى الإرهاب. تلاحظون الاقتصاد تاعنا مش اقتصاد طبيعي. مضاربة مش في الكبش برك، راهي رجعت منظومة. وكل أهل الاختصاص يقولون يعني في السوق تاع الموازية هذه راهي مرتبطة بالمخدرات، ومرتبطة كذلك بتبييض الأموال، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كما قال الله تبارك وتعالى. ولكن احنا أصحاب المال هذو، ما تكلمش على بائع هذاك تاع السوق، هذاك بسيط. هنا نتكلم على الاقتصاد الكلي. وهذا المشكل كبير يواجه الدولة في الصميم. نرجعوا للقاعدة تاع ابن خلدون: إذا في فضاء الدولة كثروا السماسرة أصحاب البغي والظلم، هنا تكسد الأسواق وتعم الرداءة والزيف. وهذا الشيء رانا نعيش فيه. الشيء الغريب في الأمر أن في خطاب الرئيس ما كان حتى قرار. والشيء الملاحظ أن في حتى قرار حد الأبحاث يقول: في كل مواجهة أو بداية صراع مع هذه الجماعات المتميزة ينحني رؤساء الجمهورية المتعاقبون دون مقاومة تذكر. لأن هذه أصحاب اللوبيات هذو في كل مرة أن السلطة تحاول تنظيم السوق تصطدم بهذه الفئة
والسلطة تتراجع. وهذا ما وقع في القانون المالية تاع 2026. في القانون المالية تاع 2026 هناك مادة تفرض على المتعاملين في التعامل بالطرق الرسمية، ولكن في شهر فيفري تم إقالة وزير المالية بالطبع تحت ضغط هذه اللوبيات، باش يبقى الاقتصاد تاعنا الاقتصاد تاعنا انفورمال، لأن هذه اللوبيات أصبحت لها سلطة. بالطبع في المشكل تاع الكباش في بداية جونفي أخذ قرار لاستيراد 1,000,000 رأس غنم. بالطبع في السنة الماضية أخذ نفس القرار، ولكن تم استيراد 200,000 في السنة الماضية. ولكن الشيء الذي استورد في السنة الماضية سقط في المضاربة. تلاحظون أن المضاربة هو الوعاء الآن، هي الثقافة تاع المجتمع، هي المضاربة هي الأساس. حتى ما استورد في السنة الماضية سقط في المضاربة ولم تؤثر على الأسعار، وسنرى هذه السنة ماذا سيقع. ولكن قضية منظومة المضاربة والسوسيال، لأن كل هذا لأن منظومتنا هي منظومة السوسيال، منظومة تاع المضاربة هي أصبحت ثقافة المجتمع. ماهيش قضية برك في الكباش، مش قضية في الخضر والفواكه، ولكن كل سلوكنا كل التفكير تاعنا مبنية على السوسيال والمضاربة. نعطيكم مثال، السيارات فيها مضاربة وما فيهاش، فيها مضاربة. التعليم فيها مضاربة ولا ما فيهاش، كما قال عمي تبون قال لك سي با دو لا سبيكولاسيون. التعليم ولادنا اللي راهم يقراو في الكراجات، وزارة التربية تقول لك هذه مش قانونية، هذا سي با لا سبيكولاسيون. رانا نتاجروا بمستقبل ولادنا. أحد المختصين في البسيكوبيداغوجي قال لك سي ان كريم، ولكن احنا ما نسمعوش الخبراء ما نسمعوا لهمش. اليوم أصبحت السباق من أجل المادة، حتى وكان على حساب مستقبل ولادنا ومستقبل البلاد. منحة السياحة واش وقع لها؟ سقطت في السبيكولاسيون. نروحوا للبحث العلمي، نروحوا للجامعة تربصات في الخارج ما هيش سبيكولاسيون. إذا حبينا نهضروا الصراحة، السياحة نسموها بحث علمي، المؤسسات الناشئة لي ستارت اب اللي راهم يتكلموا عليها بزاف في الجامعة اليوم، لي ستارت اب في وقت لونساج 20 سنة هما يتكلموا على لونساج، في آخر المطاف قالك سي دي سوسيال. هذو لي ستارت اب هذو طال الزمن أو قصر سيقولون أنه دي سوسيال، لأن لي ستارت اب تبنات بعقلية السوسيال. نريد إبداعا بالسوسيال. إذا واش وقع لها ستقع في السبيكولاسيون، وهذا الشيء رانا نشوفو فيه. هذو لي ستارت اب هذو الجماعة كانوا راهو يديروا بهم لي زافير، وهذه في الجامعة لي ستارت اب رجع تاع لي زافير. سما وين كاين السوسيال كاين لي زافير، بالمفهوم الانثروبولوجي السوسيولوجي نقول لك لي زافير. التصميم المعماري، لا ميتريز دوفر و اركتيكتور، كاين مونوبول، كاين الاحتكار. في العقلية تاع الاحتكار هذا نتكلموا على لا كاليتي اركتيكتورال، نوعية تاع العمارة في الجزائر. نتكلموش، ما نقدروش نتكلموا. عندنا 20 مدرسة تاع الهندسة المعمارية، محتاجين 20.
جيراننا برك عندهم مدرسة واحدة في الهندسة المعمارية، المنتوج تاعهم أحسن من المنتوج تاعنا. لماذا؟ لأن السوق تاعنا فيه احتكار. تلاحظون هنايا قضية الاحتكار هذه موجودة في كلش، موجودة في كلش، مش غير في الكباش ولا في تاع العيد. الاحتكار هذه أصبحت هي القاعدة في الاقتصاد تاعنا، الاحتكار والمضاربة وزيد طلع. الانتخابات، ها كاين الانتخابات، جاية الانتخابات، الأحزاب السياسية ما عندها حتى وجود في المجتمع، ما عندها حتى وجود. مرة في 50 يخرجوا باش يديروا لي زافير. هذه ما سي با دو لا سبيكولاسيون، هذه كيما قال عمي تبونا، هذه سي دو لا سبيكولاسيون. هذه 20 سنة حبس ومليار غرامة كون جينا نطبقوا القانون. هذا هو الحكم تاعها. ولكن احنا الأحزاب السياسية الجماعة يخدموا بهم. تلاحظون أن حتى المستقبل تاع البلاد، المستقبل تاع البلاد هو طاح في لا سبيكولاسيون، طاح في المضاربة. الشيء اللي يوجه البلاد هو الجانب السياسي. حنا السياسة ودخلناها في لا سبيكولاسيون. السياسة لذلك الناس راهي تهاجر، الناس راهي فاقدة الأمل، الناس راه داخلة في حيط. الشعور الناس هذا هو. رجعنا كاع بزنسية. البارح برك الإمام قال كثروا أصحاب اليد السفلى، الناس اللي يطلبوا متسولين كثروا المجتمع تاعنا، لأن خلاص العمل ما نخدموش الخدمة، العمل رجع ما عندوش قيمة. يقولك أنا نخدم، ما عنده لي زافير كيما يقولوا لي زارجوا بزنيس. هذه الكلمة هذه أنا موجودة في كلش، ما كاش حتى قطاع نجمل هذه القاعدة هذه. لأن حتى في الفكر، في السياسة وكاين بزنيس. الدين سلك ما سلكش الدين وفيه بزنيس. لأنها بنينا مرجعية دينية احنا في الجزائر؟ ما بديناش، خلينا الساحة فارغة. الساحة الفارغة شكون اللي راح يسيطر عليها؟ يسيطر عليها البزنسية. هل المنظومة تاعنا تشجع الكفاءات؟ ما تشجعش الكفاءات، لأن منظومة السوسيال، منظومة الاحتكار هي ضد الكفاءات. لأن الكفاءات هو تخضع المسائل للقواعد والحدود. ولكن واحد اللي عنده الاحتكار والبزنس ويستغل الناس، هذا مش محتاج قانون، هذا ضد القانون، ضد الأخلاق، ضد كل شيء. لذلك الكفاءة تاعنا يغادرون البلد. هذا حتى في الدين. ممكن تكون هناك كفاءات شخصية، ولكن الكفاءات الشخصية تهمش وتبعد، ونخلو الساحة أصحاب لي زافير. والدين عندنا اليوم هو طاح في لي زافير، حتى الدين. معنى تلاحظون لذلك الفيلسوف رشدي رشد قال منظومة الريع تهيئ المناخ لفساد ضخم بكل أشكاله. وهذا الشيء اللي رانا نعيش فيه، الريع وزيد لها الاحتكار والمضاربة. يعني كاين مجتمعات كاين ريع، كاين مجتمعات تعتمد على البترول ولكن حاولت أن تبني. ولكن احنا الريع ونزيد لها احتكار ونزيد لها استغلال. هذه هي الوضعية تاعنا. ورئيس الجمهورية قال لك البيان أول نوفمبر هو المرجع. نعم، البيان أول نوفمبر هو المرجع، ولكن كيف نقرأ البيان هذا؟ الخطاب هي تاع 30 ديسمبر 2025.
إقامة دولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية. وش معناتها الاجتماعية؟ جدودنا كيف عاشوا الاجتماعية؟ كانوا متضامنين، كان الفقير ما يطيحش، واحد يحب يبني السكن تاعو يديروا له سيويزيو تويزاو ويبنوا له الدار تاعو. كان التضامن في العمل. ولكن احنا اليوم اجتماعية في توزيع الريع، ما عنده حتى معنى مع النص تاع أول نوفمبر. هذا السوسيال اللي رانا نعيشوا فيه اليوم هو خطر على المجتمع، خطر على الدولة، لأنه سي دو فو سوسيال. دولة اجتماعية ذات سيادة. سيادة الدولة تتجسد في نطاقها أولا، في التراب تاعها. عندما تكون الدولة ما عندهاش سلطة على نصف النشاط داخل فضاء الدولة، وش من السيادة نتكلموا؟ على أي سيادة نتكلم؟ السيادة مش مع الخارج، السيادة هنا في الداخل. عندما يكون عندك نصف النشاط تاع في السوق خارج السيطرة، إذا مصطلح السيادة راه مهدد. الأهداف تاع ثورة التحرير، الأهداف الداخلية هو التطهير السياسي، القضاء على جميع مخلفات الفساد والحركة الإصلاحية الريفورميزم التي كانت عاملا هاما في تخلفنا. أهداف تاع الثورة هو ننظموا رواحنا قبل ما نتكلموا على الاستعمار. الهدف الثاني هو تصفية نظام الاستعمار. اليوم نتكلموا بزاف على فرنسا، عدوتنا فرنسا عدوتنا فرنسا، ولكن نسينا أوضاعنا حنايا، أوضاعنا هنا في الداخل. ما تبنيش مجتمع، ما تبنيش دولة، ما تبنيش مستقبل. لأن حتى الثورة طاحت في الاستغلال. ثورة التحرير كان هدفها تطهير المجتمع من القياد والفساد والاستغلال. هذا هو الهدف الأول تاع الثورة. نطهروا المجتمع من حكم القياد والبشغة ومن الفساد والاستغلال، حتى الاستغلال باسم الدين والاستغلال باسم الوطنية. بعد 70 سنة، بعد 70 سنة من اندلاع ثورة التحرير أعدنا اليوم نظام القياد والاستغلال. رجعنا النظام اللي كان بعد قبل الثورة. نعيش احتكارا واستغلالا وظلما في الاقتصاد، في أموال الناس. خلاصة القول، مالك بن نبي يقول: الحضارة تنطلق من الإنسان، تبنى بالمنطق العملي والمبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي. تبنى بالعمل والأخلاق والإبداع، هذه الحضارة. لذلك مالك بن نبي، اسمعوا هذه الجملة مليح، قال: علينا بناء مدارس لتكوين الرعاة. تكوين الرعاة، راعي، لأن الراعي نفسه له صناعته. انظروا المنطق الحضارة، منطق الاقتصاد الذي يتكلم به مالك النبي. ولكن منظومة المضاربة والريع تستغل الإنسان، لا تنطلق من الإنسان، تستغل الإنسان. وهذه المنظومة لا عمل، لا أخلاق، ولا إبداع وكفاءة. لا إبداع ولا كفاءة. لذلك منظومة مالك بن نبي هي منظومة حضارية، فكر حضاري شامل. يتكلم بالاقتصاد ويتكلم بالتعليم الحقيقي، اقتصاد حقيقي
لأن اقتصادنا اليوم اقتصاد الرعية اقتصاد وهمي. أما التعليم عندنا تعليم وهمي، تعليم يوزع الشهادات ولا يكون ملكات وكفاءات. سأعود مثلا إلى ما قاله رئيس الجمهورية، قال لك الشعب، الشعب اللي فيه جزء منهم يجبد الزورة ليه فقط ويخمم غير في نفسه ما يمشيش بعيد. الجملة الصحيحة هي منظومة المضاربة والسوسيال ما تمشيش بعيد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.